بالأسود الملكي نسرين أمين تشعل ختام القاهرة بإطلالة تخطف القلوب. في ختام الدورة 46 من مهرجان القاهرة السينمائي ظهرت النجمة الجميلة نسرين أمين بإطلالة قلبت السوشيال ميديا في لحظة دخولها. الكل بيتكلم عنها ويشهد بجمالها وأناقتها اللي خطف الأنظار من لحظة نزولها الجريد كاربت. نسرين اختارت فستان أسود ملكي، تصميم بسيط بس من النوع اللي أبرز جمالها من غير أي تكاليف. القصة كانت مميزة جدا وظهورها جمال كتفيها ورشاقتها وقدرتها فعلا إنها تجمع بين الشياكة والبساطة في نفس الوقت. واعتمدت نسرين تسريحة زي الحصان المرفوع وده اللي كان لمسة رقيقة وزود إطلالة فخامة وهدوء. والمكياج البرونزي اللي ظهر على بشرتها كان مناسب جدا وميز ملامحها بطريقة جذابة لفت الانتباه كل المصورين. الإكسسوارات أكملت الصورة، لبست عقد فاخر فيه قطعة برونزية باللون الأخضر مع أكراد ذهبية أنيقة وأوضح الإطلالة، وعشان كده أول ما ظهرت على السجادة الحمراء الكاميرا اشتغلت عليها فورا والصور انتشرت في كل مكان. على السوشيال ميديا المتابعين تفاعلوا بقوة والتعليقات ايه القمر ده، جميلة تحفة أنيقة، وغير كده ان الجمهور حب ظهورها في المهرجان. وفي الجانب الفني نسرين أمين دلوقتي في حالة نشاط كبير جدا سواء في السينما أو في الدراما بعد نجاحها في فيلم ديش اللي الجمهور والنقاد أشادوا بيه. أعلنت تعاقدها عن عمل درامي جديد بعنوان البخت اللي هيشارك بطولة النجم الإماراتي مروان عبد الله صالح والمقرر عرضه في رمضان 2026. نسرين قالت إنها مبسوطة جدا بالتجربة الجديدة وإن دورها مختلف عليها تماما لأنها هتجسد دور مطربة. ده اللي جذبها للمشروع بسبب السيناريو والحبكة الدرامية اللي عجبها. مسلسل البخت هيشارك فيه كمان أحمد عبد العزيز، أحمد توفيق، مجدي كامر وعبير صبري، والعمل من إخراج معتز حسام. من المقرر أن يبدأ التصوير قريبا. كان نسرين مستنية عرض فيلم بيجو رامي من إخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، باسم باسيل، ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن ومحمد حافظ وهدى الإتري. وبكده نسرين أمين بتثبت يوم بعد يوم إنها من أكتر الفنانين اللي حضورها له بريق خاص سواء على السجادة الحمراء أو على الشاشة.